تبقى دائما ما قدمه صراحة منتخبنا والطاقم يعني الفني بقيادة الركراكي، اللي هي دائما كانت طيبة. ولا ننسى يعني هذا المجهود اللي قاموا به في كأس يعني العالم، اللي صراحة شرفوا يعني المغرب وشرفوا العرب كله. يجب أن نساند الطاقم، خاصة يعني الطاقم التقني نساند، لأنه أول حاجة هذا طاقم مغربي، ونحن نرى أنفسنا يعني من بينهم وداخلهم، ونحن نتحمل المسؤولية. وبالتالي يجب أن نحافظ على الأطر الفنية، لأنه الأطر الفنية كتعرف أنها تؤدي بشكل جيد لا محليا ولا خارجيا. وبالعكس حنايا لما كننجحوا خارجيا فاحنا كنحاولوا اننا نفتحوا واحد الباب للاطر الفنيه الاخرى، وبالتالي يجب دائما تكون هناك مسانده بيناتنا. ونتمنى يعني كل التوفيق لزميلي وصديقي وليد الركراكي. ويمكن خاصنا شي كاس افريقيه ديال الكبار، خاصنا كاس افريقيه. طبعا المشاركه الموندياليه الحمد لله انها تحققت يعني مع وليد والطاقم المغربي. اللي نحتاجه خاصه يعني في المغرب هو كاس افريقيا، وحتى نحن نستحقها. ولماذا؟ لانه صراحه المغرب يعني اصبح يستثمر بشكل كبير لا في الانديه ولا في المنتخبات، بالتالي يعني ما نراه الان لا من ناحيه يعني الحماس هو موجود، من تنظيم يعني بطولات كبيره، من تأهيل الملاعب، من الاستثمار في الأندية، في ديال المدربين. تنظر أنه نستحق أن نفوز يعني إن شاء الله بكأس إفريقيا، وإن شاء الله هذه اللي جاية تكون يعني بالنصيب إن شاء الله، خاصة أنه غتكون في الملاعب ديالنا.